النهاردة هنعمل صنف سهل ولذيذ جدا. كل الناس بتفكر ان هو صعب، بس والله العظيم هو مش صعب ولا حاجة، هو سهل جدا وطعم قوي ويشرفك على سفرتك جدا. الكوردن بلو. الكوردن بلو ده من احلى الاكلات اللي ممكن تتعمل واسهلها. بنروح للراجل بتاع الفراخ ونقول له احنا عايزين كام قطعة كده تعمله لنا، تقطعها لنا تقطيعة الكوردن بلو. وبتجيبي البهارات اللي عندك دي: جوزة الطيب، 7 بهارات، ملح، فلفل، شوية شطة صغيرين. وفي نفس الوقت بيكون عندك 4 طماطمات صغيرين بتقشريهم وتقطعيهم، وبصلاية كبيرة، و3 فصوص توم. أنا طبعا مستخدمة كمية البهارات والطماطم والبصل دي على حوالي 30 قطعة كوردن بلو. بنتبلهم، بنقطع الأول، بنفرم الأول الطماطم مع البصل مع الثوم في الكبة، وبنعمهم كويس قوي، بس ما يبقوش عصير يعني. الحقيقة في ناس كتير ما بتعملش الكوردون بلو، ما بتتبلوش زي انا ما بتبله، بس الحقيقة انا جربته بكل الانواع وكل التتبيلات، لقيت ان دي اظرف واحلى واطعم طريقة للتتبيل. كمان بحط ليمونة، عصير ليمونة، وبحط معلقة توم باودر عليها، وبقلب اقلب اقلب كل المكونات مع بعضها لحد ما تمتزج مع بعضها، وبسيبها شوية. بعد كده بجيب كل قطعة. انا طبعا ما عنديش المدقة، فصرفت جبت كوباية قعرها تخين شوية مع كيس كده، وبقعد ادقدق عليهم كلهم. كل القطع قعدت دقدقت عليها كده وظبطتها. ليه بقى الدقدقة دي؟ لان احنا بنفتح الانسجة شوية، وفي نفس الوقت بتتفرد القطعة بتتفرد شوية عشان تاخد معايا الحشوة. بس كده تمام. على فكرة التتبيلة دي من أحلى التتبيلات اللي أنا جربتها، فاللي عايز يعملها بطريقتي يعملها، واللي عايز يعملها بطريقته يعملها. بس فعلا الطريقة دي جميلة جدا وبتخلي طعم الفراخ كمان حلو جدا. جبنا البقسماط. جبت البقسماط وتبلته بالملح والفلفل وال7 بهارات، وقلبته تقليبة كويسة، وجبت البيض، وطبعا هحط عليه ملح وفلفل واضربه بالشوكة. طيب هل الكمية دي هتكفي الكمية بتاعت الفراخ؟ لا طبعا، انا بتبل كل شوية شوية بقسماط وبيض عشان ما يبص معايا، يعني بستخدمه اول باول عشان البقسماط بيتبل من البيض وبيعمل كده تكتلات، فبتبقى مش حلوة قوي. ودي طبعا الجبنة الشيدر مع مع المدخن الرومي، ودي احلى حشوة ممكن تحشي بيها الكوردون بلو. بتلفي بتحط قطعة الفراخ. انا طبعا عاملاها لك كذا مرة عشان تعرفيها. هي سهلة جدا ومش صعبة ولا اي حاجة خالص خالص يعني. بنجيب قطعة الفراخ، بنحط عليها قطعة الكوردن بلو طبعا، بتنيها لان انا بحب احط القطعة، ونحط قطعة الجبنة، وبعدين نلف القطعة المدخن الرومي مع الجبنة الاول، وبعدين نلف عليها. نبدأ من الحتة الرفيعة ونطلع على الحتة العريضة شوية، عكس الكرواسون. يعني احنا بنلفه عكس الكرواسون. اهو بنظبط، بنحط القطعة بتاعت المدخن عليها قطعة الجبنة ونلفها على بعضها. بعد كده بناخد الحتة الرفيعة من الفراخ، ايوه، ونعملها بالخلة. الخلة دي بتغيب موجودة فيها لحد امتى؟ لحد بعد ما نقليه، قبل ما نقدمه بنشيله. طبعا كل واحدة بتبقى فيها خلتين، فانت بتشيليهم لان هما بيحمولك ومش صعبين ولا حاجة. وبعدين بعد كده بتحطي الحاجات دي كلها، بعد ما بتحشيها بتحطيها في الخليط البيض. بعد كده بتتبليها بالبقسماط، وبتمليها طبعا بيض، وبتمليها بقسماط كويس قوي قوي قوي، تك عليها وتشرب بقسماط كويس قوي. عشان تخزنيها بقى في الفريزر، بنجيب اكياس زي دي، اكيد بتتباع في اي مكان كلكم عارفين، وبنلف كل واحدة لوحدها وبنحطها في العلبة، لان لو حطيناه كله على بعضه بيتلزق. تيجي تطلعي الواحدة تلاقيها لازقة في اختها ومبوظة الدنيا، فطبعا كل واحدة لوحدها يكون افضل. تمام كده. بغيب اعمل كده لحد ما املى العلب بتاعتي. ادينا كده مليت العلب، وفي كمان شوية لسه هستعمل منهم واحمر منهم، وبتحطيهم في الفريزر وبيبقوا حلوين قوي. بتستخدميهم، بتطلعي بقى الكمية اللي انت عايزاها في اي وقت، بيكونوا جاهزين عندك. بس قبل ما تحمري
يعني لما تبقي ناوية انك هتعملي كوردون بلو النهاردة بتطلعيه قبلها بساعة، ساعة ونص، حسب حرارة المطبخ عندك. المهم اهو انا طلعت قبلها، انا بقيته في الفريزر وطلع طبعا قبلها بساعتين، وكان بالشكل ده. يبقى نص، يعني يبقى نص ونص، ما يبقاش متجمد ولا يبقى فاكك قوي، يبقى نص ونص. وحضرنا الطاسة فيها الزيت، كمية زيت مش كتير. طبعا انت لو بتعملي كمية كبيرة كتري الزيت شوية. انا عملت دول بس، فعشان كده حطيت كمية زيت بسيطة عشان هيترمي في الاخر. اما بحط الكوردون بلو بس ببقى مسخنة الزيت كويس. بعد كده بهدي النار واغيب اقلب فيه واحدة واحدة كده بالراحة على نار هادية. هيستوي وفي نفس الوقت مش هيتبهدل معاكي، وهيستوي كويس قوي. وفي نفس الوقت انتوا شايفين لا الزيت اتحرق ولا الكوردون بلو اتلسع ولا اي حاجة. طعمه وشكله في منتهى الجمال، وعطيني اللون الذهبي الحلو جدا اللي انا فعلا محتاجاه مع تسوية محترمة جدا. لو مشيتي بكل الخطوات اللي انا بقولك عليها دي صدقيني هيطلع الكوردون بلو معاكي تحفة وجميل جدا وسهل جدا معاكي، هو مش صعب ولا حاجة. دي اخر مرحلة هنقلي فيها اللون الجميل اللي انا عايزاه اهو، ذهبي جميل جدا فاتح مستوي في نفس الوقت. والجبنة عندي لو شفتوا هتلاقوا الجبنة باظة شوية، والحشوة بتاعته جميلة. هتفتحي، انا فتحت لكم بالطول وبالعرض عشان تشوفوا الطبقات بتاعته. الحشوة حلوة جدا، الطعم يجنن. بس يا ريت تحشي بالجبنة الشيدر والمدخن الرومي، دي احلى حشوة للكوردن بلو بصراحة. والف هنا وشفا، واتمنى لكم كل الخير، واستنوني في وصفات جديدة في مطبخ سوسو عطية.